أبدأ بهذه القصة مع الرئيس الأخوة. اتصل رجل على إذاعة البحرين في برنامج صباح الخير، رجل قروي مسن فقير، قال أنا اتصل في الأخت، قال له يا بنتي أنا رجال مسن وفقير. وقبل أن يتكلم أثنى على القيادة، أثنى على الملك، على رئيس الوزراء وولي العهد، ثم قال ما في خاطره، قال أنا مواطن فقير، كان كاتب لي قايله وشايب، ومع ذلك ما يأتي البيل، يقولون البيل، البحرين يقولون بيل اللي هي الفاتورة، إلا ثاني يوم أركض به إلى خدمات مشتركين أدفعه. يقول جاري اللي يمي ما يدل وين الكهرباء، ما يدفع بيل. فيقول هذه الشايب الفقير جاري قطوا عنه، وأنا الفقير المسكين ما أعطوني شيء. حاولت المذيعة ترجع وتجاوب، ما عرفت تجاوب. قال لها أكيد يا بنتي ما عندك جواب، لأن الخطأ ما حد يقدر يبرره، لكن شوفي يا بنتي من اليوم ورايح بصير مثل صاحبي اللي يمي ما يدفع بي. أنا أعرف إسقاط الكهرباء ليست من صلاحياتي، لكن أنا أوصل عبر هذه الشاشة لجلالة الملك أن ما حصل في المكرمة كما ذكرت مع الرئيس من قليل، قال الله تعالى قل أمر ربي بالقسط، تعطي اللي ضيق على روحه وضيق على عياله، هذا الفقير اللي بدل ما ينفقها في قوت عياله راح دفعها، ما أعطيته، وأعطيت في ناس مستهترين، وأنا مسؤول عن كلامي. في ناس عليهم مئات الألوف تم إسقاط عنهم، اكتب يا صحافة، كتبي بتليفون واحد في ناس بمئات الألوف أسقط عنهم، وهذا الفقير القروي المسكين اللي يمكن راتبه أو دخله ما يتجاوز 100 دينار. هذه العدالة نتكلم عنها، الشروط والمعايير هذه كلها احنا متفقين عنها، لكن في أشياء تصير في الخفاء لا يعلمها إلا الله، ويعلمها بعض المسؤولين جيدا في الدولة، ويمكن وصلت إلى علم الوزير، لكن ليست من صلاحياته، وإحنا ما نحمله أكثر من طاقته. لكن ما جاوبني هل تم استثناء، وأنا مسؤول. تم استثناء ناس بالتليفون تم اسقاط عنهم الكهرباء. الفقير اللي عليه 500 وألف يحاسبونه بالخيزرانة، أما اللي عليه مئات الألوف بالتليفون. أنا أردت بهذا السؤال كما أسلف إخواني الشيخ عادل والأخ عبد الحميد المير أن ألقي الضوء على هذه القضية العميقة التي أرقت كثير من المواطنين. أنا أقول حل كما ذكرت الشيخ، التقسيط والقطع حل من الحلول، في حلول وايد ترى. احنا خذينا الحل اللي ضر كثير من المواطنين بدون قصد، لكن في مواطن يتلقى معاش تقاعدي 400 دينار والهيئة تقول له ادفع 250 دينار في الشهر، يبقى له 150 دينار. أنا عندي حالات لأن فاتورته كبيرة، هذه حالات موجودة يا أخوان يا أخوات، معاش التقاعدي 400 دينار والهيئة تقول له ادفع 200 أو 250 دينار، يعني يبقى له 150 دينار. إيش يسوي فيها؟ كيف يعيش هذا المتقاعد اللي ما له دخل ثاني إلا هذه ال 400 دينار؟ يجب فتح ملف إعادة توجيه الدعم. ليش الأجانب يستفيدون؟ ليش الشركات الغير وطنية تستفيد؟ ليش ما يوجه هذه مو مسؤولية النواب إعادة توجيه الدعم، مسؤولية الحكومة تقدم دراسة للنواب والنواب يقرونها. كم تساوي نسبة الدعم الموجه لهذه الشركات مقارنة ب20% من المواطنين اللي ما يدفعون؟ ما في نسبة وتناسب، والأرقام عند سعادة الوزير. شريحة كبيرة من المواطنين تعاني بصمت. احنا خرجنا من أزمة 2011، ليه احنا النفوس مشحونة؟ مو بهذه الوقت اللي نقطع عن الناس. في عندهم المعاق، في أسر في معاق. أنا متأكد ده سعادة الوزير ما يعرف عنها الأسر، هو يعرف الأسر اللي تحت مظلة التنمية الاجتماعية، لكن ما عنده الأسر اللي فيها معاق، ما عندها الأسر اللي فيها من هم في أمراض مزمنة، اللي عايش على أجهزة كهربائية. هل عندك سعادة الوزير؟ ما أعتقد أنه عندك. لكن ما في شيء يعادل قطع الكهرباء عن الناس. أنا أتمنى احنا قدمنا مقترح منذ فترة بسيطة
أن تصير مبادرة من الحكومة، لأن الموضوع أساسا تم معالجته بالخطأ، وقلنا يودع مبلغ في حساب المشتركين، اللي دفع يعطونا أكثر مفروض ويوضع في حسابه، واللي ما دفع أيضا يوضع في حسابه، لكن ما يستفيد منه إلا بعد أن يبدأ بتقسيط فاتورة الكهرباء. أنا أتمنى أن يكون في حل من الحكومة، لأن الوزير صلاحيته محدودة. بس أنا أقول آخر شيء، حقيقة معيب في حق الدولة أن تقطع الكهرباء عن أسر فقيرة فيها أصحاب إعاقة وفيها أصحاب أمراض مزمنة، بالمقابل في دول مجاورة لنا تعطي الكهرباء مجانا. احنا ما نقول مجانا، لكن يجب أن يراعى ظروف هؤلاء. وشكرا معالي الرئيس.